كل سنة وانتم طيبين. الدراسة بدأت، والدراسة يعني مشاكل للطالب اللي عنده روماتويد ومطالب انه يروح المدرسة ويذاكر، ومشاكل كمان للأم اللي عندها روماتويد ومطالبة انها تصحى في ميعاد معين وتجهز الأكل لأولادها. والنهاردة هنتكلم على الروماتويد والدراسة، بعض التفاصيل الصغيرة اللي تسهل حياتنا أيام الدراسة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. هبتدي بالأم لأن هم الأكثرية. أول حاجة لازم تاخدي تقرير من الدكتور المعالج إن أنت عندك روماتويد، وده بيبقى مهم ساعات كتيرة جدا لأن في أيام بتبقى متعبة جدا وما بنقدرش إن إحنا لو مسؤولين عن توصيل ولادنا المدرسة إن إحنا نوديهم المدرسة، وبالتالي بيبقى مهم جدا إن يبقى معايا تقرير لو احتاجته. 2، مهم جدا الالتزام بالدواء في الفترة دي وتعديل الدواء بناء على الصحيان بدري. يعني ممكن جدا اطلب من الدكتور انه يديني جرعه معينه من مضاد الالتهاب او من الكورتيزون مسائيه عشان اقدر اقوم الصبح كويس. 3، بما ان في فتره تيبس صباحي مهم جدا تعديل ميعاد النوم، يعني اقدم نومي ساعه واصحى قبل الميعاد اللي انا المفروض اقوم فيه بساعه او نص ساعه. 4، مهم جدا ان انا ابقى متفاهم طبيعه المرض وان بيبقى فيه تيبس صباحي، وبالتالي اعمل كل حاجه في الفترات اللي المرض بيبقى فيها هادي اللي هي فترات العصر وبعد الظهر. اجهز حتى الفطار بتاع الولاد واللانش بوكس بتاعهم والحاجات بتاعتهم من الليله اللي قبل الدراسه. مهم جدا ابقى فاهم طبيعه المرض وانه بيهدى في فترات بالليل وبينشط في فترات الصبح، وبالتالي بيبقى مهم ان انا استغل فترات العصر وقبل ما انام ان انا اجهز الحاجات اللي هستخدمها تاني يوم الصبح للاولاد ولنفسي. 5، الفيديو اللي كنا قلناه على فترات نشاط المرض والتعليمات لكل ام في المطبخ تعمل ايه، نرجع له ونتبع التعليمات بتاعته. 6، مهم جدا وانا بذاكر للاولاد ان انا استخدم الادوات زي ما قلنا قبل كده اللي تخينه، ومهم جدا ان الادوات دي ما يكونش فيها تحميل على صوابعي. 7، الوصايا العشر اللي قلناها في فيديو موجود على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا نتبعها بحذافيرها، وبالذات الانتظام في الدواء. نيجي بقى للاطفال اللي عندهم روماتويد. اول حاجه الحصول على تقرير من الدكتور المعالج عشان لو في فترات غياب او لو في تعليمات خاصه جوه المدرسه تنفذها المدرسه. 2، شنطه المدرسه، وما ادراك ما شنطه المدرسه. مهم انها ما تكونش تقيله طبعا وتكون بعجل عشان نقدر ان احنا نسحبها او نزقها، ما تكونش بتتشال على الظهر وتاذي ايدين ولا مفاصل الطفل. 3، الاقلام اللي بيستخدمها الطفل، مهم جدا ان احنا نلف حواليها بلاستر او نجيب الحاجه اللي بنحطها على الاقلام، وقلناها في فيديو قبل كده موجود برضو على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب او في السوشيال ميديا، او ان احنا على الاقل نستخدم الاقلام التخينه مش الاقلام الرفيعه. 4، مهم جدا ان احنا نستغل فترات النشاط اللي بيبقى فيها الطفل، وبالتالي نبعد خالص عن الفترات اللي بيبقى فيها اجهاد شديد للطفل في الصبح بدري او بالليل في المذاكره. 5، في فيديو قريب قوي نازل على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب في التطعيمات اللي بتقدمها المدرسه، ازاي الطفل يتعامل معاها وايه التعديلات اللي بنعملها في الادويه في الفتره دي. الخلاصه، ما تنسوش ان الدراسه نعمه والهدف هو المعرفه وليس الامتحانات، فما فيش داعي للعصبيه لا عند الام ولا عند الاب ولا عند الاولاد، لان ده كله بيأثر على نشاط المرض عند الطفل وعند الام وحتى عند الاب. ودمتم سالمين.